طيب هنعمل مراجعة كده، ريفيجن سريع كده على اللي احنا اخدناه. اول حاجة نتعرف على شكل عام البرنامج: شريط عنوان، شريط قوائم، شريط اداء قياسي، شريط التنسيق، وفي عندي شريط الايه التنسيق ده، وتحته بقى في شريط الايه الدوائر، وفي عندي على اليمين التاسك بان او عمود المهام بقفله، عايز افتحه من فايل ايه، من فايل نيو هيظهر لي تاني. عندي اعمده رأسيه واسطل افقيه. الاعمده الافقيه بتمثل بالحروف، والافقيه بتمثل بالايه بالارقام. الخليه ديت مثلا E7 بقت هنا E7، اضغط على اي خليه I14 بقت دي I14 وهكذا. يبقى الخليه بتعبر عن اسم العمود، اسم الصف. ممكن انا العمود اللي على اليمين ده اقفله عشان اوسع الصفحه بتاعتي، وبعدين اول حاجه بعملها بضغط على الرمز اللي فوق ده اللي هو شيت رايت تو ليفت. الرمز اللي فوق ده شيت رايت تو ليفت، بقى الارقام موجوده على ايدي اليمين. لو ضغطت تاني كده على نفس الرمز هيظهر لي الارقام على ايدي الشمال. يبقى لو انا عايز حسب اللغه اللي بتستخدمها. ايوه حسب اللغه المستخدمه. طب انا عايز دلوقتي بقى ابدا هكتب مسلسل، احول عربي وبعدين مسلسل المبيعات. هو باجي في اي حته كده في نص البتاع؟ باجي في نص بسيب يعني يبدا من ايه واحد؟ لا بسيب دايما، يفضل ان اسيب شويه كده فوق 4-5 سطور، عشان يعني ايه لو هعمل عنوان للشيت بتاعه كده. طبعا احنا دلوقتي في شيت 1، شايفين شيت 1، في شيت 2، شيت 3، شيت 4 زي ما احنا شايفين كده. مسلسل المبيعات، المشتريات، الصافي، وبعدين بكتب بقى 1 2 3 4 5 6، بحط اي ارقام 4000 6000 2000. طبعا انا بتحرك بالسهم بالاسهم بس، ما بقولش انتر يعني. لا ممكن ادوس انتر برضو سير. 1000 2500 بدأت الظهور بقى تاني 7000. المشتريات المشتريات 500 2500 1000 500. يعني نسيب الناس تكتب 2000 2500. الصف بقى دلوقتي هعمله ازاي؟ يساوي الخلية الاولى اضغط عليها اللي هي ال 4000، اضغط عليها بالماوس، يبقى بكتب يساوي وبعدين بضغط على الخلية الاولى وبعدين اضغط ناقص وبعدين اضغط على الخلية الثانية وبعدين اضغط انتر تاني عشان اعمل الصافي. اكتب يساوي الاول، بكتبه ازاي يساوي ده؟ جنب الناقص بعد الزيرو الارقام اللي فوق في ناقص وبعدين في ايه يساوي. والموبايل بتاعك ده زي ما بتاعك؟ طب تعالى شوف. ماشي. انت مش متأكد جنب؟ دي محمد جاي كل واحد جرار والله يا اخي انا ما اعرفش هو الاوفيس ده كام ده 2003 ان شاء الله. انا معايا 10 لا هو 2003 هو اللي متداول دلوقتي.
يساوي اضغط على الخلية الاولى ناقص اضغط على الخلية الثانية واضغط انتر. وبعدين الاي سي دي ال لحد دلوقتي على 2003 يساوي اضغط على الخلية الاولى ناقص الخلية الثانية واضغط انتر. لازم نعملها في كل حالة لوحدها؟ لا مش لازم بقى، امال نعمل ايه؟ بعد ما عملت الاولانية بقف بالماوس عند النقطة السوداء هيظهر لي علامة زائد سوداء. علامة الزائد السوداء دي اضغط واسحب لتحت. بس انا كنت بجرب بس معاكم عشان نتعرف على الايه، على الطرق الاخرى. طب هكتب بقى دلوقتي شوية دوال شهيرة في انا ما خليتوش يكتب اف اكس. لا هو خالص. انا كتبت يساوي. كتبت يساوي بس. يساوي. كتبت الخلية الاولى ناقص الخلية الثانية واضغط انتر. وبعدين اضغط انتر. طيب هنا بقى هكتب ايه؟ اقصى قيمة. معنى كده يا باشمهندس انا ممكن اقف على اي واحدة واحطها في الخانة الثانية واكتب على اي واحدة ثانية. يعني ممكن اقف هنا مثلا اقول الخانة دي تساوي الخانة دي تساوي الخانة دي. بالظبط. بس مش منطقية يعني السلسلة بتاعته مش منطقية. عليكم السلام. فاحنا طبعا عادة بيبقى الصافي هو اللي احنا بنحسب فيه في نفس السطر، انما لو عايز في سطر تاني مفيش مشكلة ممكن. يعني لو كتبت هنا كده يساوي الخلية الاولى ناقص الخلية الثانية مفيش مشكلة، هيجيب لك برضو نتيجة عادي مفيش اي مشكلة. ولو مليناها برضو هيجيب لك التالي بتاعها والتالت وهكذا. بس طبعا ده مش الطبيعي، يعني الطبيعي هو اللي فوق. طب انا عايز بقى دلوقتي اجيب اقصى قيمة وتحت كده اقل قيمة وتحتها المتوسط وتحتها الاجمالي وتحتها عدد الشهور. خدوا بالكم اللي دي كده اقصى دوال، يعني الدوال اللي موجودة هنا كده دي اشهر دوال. الدوال اقصى قيمة اللي هي الماكس، اقل قيمة اللي هي المين MIN، المتوسط اللي هو الافريج، الاجمالي اللي هو السم، عدد الشهور اللي هو الكاونت. دول اشهر الدوال، وعشان شهرتهم لهم غير انهم بيجوا من الاف اكس، بيجوا تلقائيا كده من الايه، من شريط الادوات القياسي السم، في سهم جنبها اضغط عليها في الاربع او الخمس دوال دول. اشهر 5 دوال يبقى السم والافريج والكاونت والماكس والمين اللي هم ال5 دول. فانا عايز دلوقتي اقصى قيمة في دول كام، واقصى قيمة في المشتريات، واقصى قيمة في الصافي. انا لسه ما قلتهاش، لسه ما شرحتهاش ولا شرحت اي حاجة بدول، لسه هشرحها دلوقتي. طيب اقصى قيمة انا عايز الخلايا دي اكبر قيمة فيها كام. اعمل ايه؟ يبقى اضغط هنا كده على السهم واختار اقصى قيمة اللي هي الماكس. هو متوقع ان انا عايز الماكس في اللي فوقها. انا حتى مهما جاب لي انا ممكن اختار اي حاجة اضغط واسحب. فانا اضغط واسحب، ويفضل ان انا يعني ايه، حتى لو جايب لي كده حاجات متوقعها اضغط انا عليها تاني عشان يعني ابقى متأكد ان انا مختار الحاجات صح يعني، وعشان ما اتلخبطش يعني، وخصوصا في البدايات. هو كده جايب لي الماكس في المجموعة كلها ولا في اللي انا محددها بس؟ في اللي انا محددها بس، وادوس انتر. يعني لو انا محدد 3 خانات بس هيجيب لي في ال3 خلايا بس، واضغط انتر يبقى جاب لي الماكس بتاعه. طب اقل قيمة نفس الحكاية، يبقى اضغط على السهم
يبقى اقل قيمة اضغط على المن واضغط واسحب وبعدين اضغط ايه انتر. طب المتوسط اضغط على السهم وبعدين على الافريج بقى. يبقى اذا كانت اقصى قيمة ماكس يبقى اقل قيمة من، يبقى المتوسط اللي هو الايه الافريج. اضغط واسحب كده على الخلايا برضو اللي انا عايز المتوسط بتاعه وبعدين اضغط انتر. طب الاجمالي اللي هو الصم اضغط على السهم كده واختار الصم وبعدين اضغط واسحب وبعدين اضغط انتر. عدد الشهور بقى اللي هي الكاونت معناها ايه؟ معناها اي خلايا مكتوب فيها. يعني شوفوا كده لو اخترت كده في عدد الشهور، لو ضغطت على السهم ده كده واخترت ايه كاونت هضغط واسحب كده وليكن دول مثلا، دول كده يبقى 6 3 18. لو دوست انتر كده ليه؟ عشان دول كده 6 يبقى مكتوب فيهم و3 سطور يبقى 3 اعمده يبقى ايه؟ يبقى 18 لو دوست انتر. شوفوا لو كتبت هنا كده اي رقم هيعد لي. شوفوا عمال يعد لي 30 31 معنى كده ان الكاونت هو عدد الخلايا مثلا المكتوب فيها، الخلايا المكتوب فيها. لو مسحت دول كده نقصت على طول بقى 18. طب انا عايز الكاونت تاني بقى اظبطها، يبقى اروح على الكاونت واضغط واسحب على دول. انا عايز عدد الشهور دول بحيث ان انا لو كتبت هنا قيمة جديدة يبقى عدد الشهور الجديدة اتظبط تلقائي. شايفين؟ وما يسري على الرأسي في الاوتوفيل في الملء التلقائي يسري على الافقي في الاوتوفيل. ممكن اجي هنا كده احدد دول واجي على النقطة السوداء دي كده واجي على الشمال كده اخليها برضو تجيب لي اقصى قيمة هنا واقصى قيمة هنا، اقل قيمة هنا وهنا، المتوسط هنا وهنا، الاجمالي هنا وهنا وهكذا. واضح يا جماعة ولا ايه؟ اكمل اسحب. لا لسه ده الكلام ده كله قلناه قبل كده. مش كل الكلام ده قلناه قبل كده ولا في حاجات جديده؟ لا الكلام دي كلها جديده. ماشي طيب اللي هي الدوائر. طيب نخلص بس هتسي ايه ده اكتب مش بالوبيرة ده. الأقصى قيمة دي تاني اقصى قيمة تاني قيمة وأقل قيمة متوسط ولا يهمك كله تاني. انا عايز دلوقتي اقصى قيمة. طب انا هقولها في مثال تاني بقى. عندي هو الاخر اللي معانا بيرمي لي بس ماشي هكتب مسلسل. لازم أكتب المسلسل ده يا باشمهندس. عايز تلغيه اكتب لك كود الدال. سوري كود الدال. اقول لك رقم الجلوس. حلو كده رقم الجلوس الاسم النتيجة وليكن دي نتيجة كلية حقوق. مش هيجي يعني النهارده؟ لا الناس كلها تبقى انا بستنى ولا عليكم على فكرة وعلى جدر الحنظل جدر الحنظل جميل جدا. لا بدخولي قعدت فينا سنين جدر الحنظل هناك فينا مش هيقدر على التدريب. لا هو لكن مش بتكتب لي يعني. لا يمكن لما ناخد شويه نعرفها. لا هنا جدر تربيعي بقى وليكن هنا بقى ايه تكتب كده شوية اسماء. علاء سامي محمود سعد سعيد
ونحط النتائج. نخلي في ناس جايبين اكتر من 88 اهو. سامي هيعيد 38 ده جايب تقدير لا يعني مثلا يعني 22 و 98. طبعا دول بقى نسبة بتمثل بقى اللي في حقوق يعني. انا عايز بقى اجيب، نفترض بقى ان في عشان الوقت بس يعني، لو عندنا وقت كنا كتبنا ال 3000 كلهم. طب انا عايز دلوقتي اعلى الاول يعني، اعلى قيمة يعني الاول. ايه ده بتقول ايه هذا؟ تبدأ ماشي ما هو كده اصلا حتى لو في ماشي. اعلى قيمة كان ممكن اكتب الاول يعني، اقل قيمة اللي هو الاخير يعني. بس انا لو كتبتها اقل يعني الاخير ممكن نتلخبط، انا بس عشان ما اتلخبطش يعني. متوسط الدرجات كام يعني؟ النسبة المتوسطة كام في الناس دول؟ يبقى اعلى قيمة اقل قيمة المتوسط في ايه تاني؟ عدد الايه الطلبة، عدد الدارسين في ايه تاني؟ اعلى واقل من المتوسط والمجموع، مجموع الدرجات مثلا. انا بقول كمثال يلا عشان بس نطبق مجموع الدرجات. طيب انا عايز دلوقتي بقى ايه اعلى قيمة. طبعا انا اللي يهمني النتيجة، يبقى ابقى واقف على النتيجة يعني في الحتة دي يعني. انا ممكن اكتبها هنا برضو بس يعني عشان يبقى حاجة متنظمة كده يعني. انا عايز اعلى قيمة، يبقى اضغط على السهم ده كده. الاول اقف على الخلية اللي هخلي فيها اعلى قيمة، اللي تظهر فيها اعلى قيمة، وبعدين اضغط على السهم واختار الماكس، وبعدين اضغط واسحب على الخلايا اللي انا عايزها، وبعدين اضغط انتر. لو في رقمين متشابهين هيجيب لك، ما هو هيجيبها لك كقيمة، مش هيجيبها لك كشخص، هيجيبها لك كقيمة. يعني اعلى قيمة عندي كذا، اعلى قيمة كانت كذا. بيقول مثلا تاني كده اللي اقل قيمة، يبقى اضغط على السهم واختار الاول، اقف على الخلية اللي عايز اقل قيمة فيها، وبعدين عايز اعلى قيمة وتتبع عني شخص اعرفها ازاي كده. لا دي بقى في الفلترة، لما ناخد ان شاء الله قدام شوية في عندنا الفلتر بقى، تصفية البيانات. طيب انا عايز اقل قيمة، يبقى اضغط على السهم واختار MIN المينيمم، وبعدين اضغط واسحب على الخلية اللي عايز اقل قيمة فيها واضغط انتر. طب المتوسط برضه اختار الافريج واضغط واسحب على نفس الخلايا واضغط انتر. طبعا خدوا بالكم بيكتب لي افريج قوس F7 نقطتين F11، يعني الكلام ده في سنة يعني في الاكسل لما كان اكسل 95 97 كان لسه ما كانش فيه الاكسل اكس بي، او 2003 كان فيه 97 كان نظامه ايه؟ ان احنا اللي بنكتب بنفسنا، ما كانش فيه التقنيات السهله اللي مسهله علينا دلوقتي. كان الاول لازم اكتب انا المعادله دي كلها، يساوي افريج افتح قوس F7 نقطتين F11، F7 نقطتين F11 لحد F11. ممكن انت تكتبها وممكن خلاص بقى تضغط تسحب بتتكتب لوحدها دلوقتي. طب عدد الدارسين اضغط على السهم واختار الكاونت، بعدين اضغط واسحب، بعدين اضغط انتر. طب مجموع الدرجات اضغط على السهم واختار سم، وبعدين اضغط واسحب، وبعدين اضغط انتر.
تمام؟ سهل ولا ايه؟ تحبوا عايزة تانية؟ لو عايزين عادي مفيش مشكلة. طيب نرجع تاني بقى للايه؟ لشيت 1. اعمل بقى الكلام ده هنا تاني. يبقى اضغط على الصم بس بسرعة بقى. اقف على الخلية، اضغط على الصم السهم واختار ماكس، وبعدين اضغط اسحب وانتر. اخلي قيمة، اضغط على السهم اختار مينيمم، اضغط اسحب انتر. المتوسط اضغط على السهم واختار افريج، اضغط اسحب وانتر. الاجمالي اضغط على السهم واختار سم واضغط اسحب وانتر. عدد الشهور اضغط على السهم واختار كاونت واضغط اسحب وانتر. لو انا عايز بقى في الباقي احدد دول كده، واجي على النقطة السوداء واجي على الشمال، اضغط واجي على الشمال. طبعا نلاحظ ان لو جيت اكتب مثلا هنا 11، شوفوا كده 11,000، يعني هتلاقوا فيه تغيير تلقائي. هيعدل لي كله، هيعدل لي اقصى قيمة وهيعدل لي المتوسط والاجمالي، دول هيعدلهم لي لو ضغطت في اي حتة تانية. شوفوا اقصى قيمة بقت 11، المتوسط زاد والاجمالي زاد. معايا يا جماعة؟ ايه؟ دلوقتي بقى انا عايز ما تمثله البيانات في صورة تشارت منحنى. ازاي اعمل منحنى بقى؟ ازاي اعمل شكل بياني؟ بلاش منحنى، شكل بياني. اقف على اي خلية من خلايا الجدول او في اي حتة في الشيت. طيب من داتا، من قصدي insert chart، ادراج شكل بياني. اسيب دي زي ما هي واضغط next. انا عايز اعمل بقى منحنى يمثل لي القيم دي. عشان ليه؟ ايه الهدف من المنحنيات؟ الهدف ان اشوف الدنيا ماشيه ازاي، علاقه المبيعات دي بالشهر اللي فات بالشهر اللي جاي. هل التوقعات المستقبليه الشهر اللي جاي في زياده ولا هتقل، في رواج ولا في ركود؟ سياسه الشركه بتحدد بناء على كده. ده المنحنى متصاعد، نعمل حمله ترويجيه زياده، عايزين لا في هبوط، نشوف علاج القصور، كلام من ده بقى. حصل ضرب مره واحده، ايه السبب؟ ندرسه. يعني في اللي بيهتم بالمنحنيات دي الاداره العليا في الشركات، يعني اللي ليه؟ عشان ما بناخدش بالنا بالرقم زي ما بناخد بالنا بالصوره. الصوره بتبقى بتوضح اكتر يعني. طب اتفقنا اني اضغط في اي خليه او على الجدول. خليني في اي خلية واروح على insert chart، ادراج منحنى. دول كده اسيبهم زي ما هم واضغط next. بيقول لي ادانا رينج ايه. خدوا بالكم بقى من الرمز ده عشان هيقابلنا كتير في الاكسل. الرمز ده معناه ايه؟ لو لقينا الرمز ده كأنه بيقول للجملة دي، الرمز ده بيقول ايه؟ بيقول اضغط عليا، اضغط عليا، وبعدين حدد اللي انت عايزه، وبعدين اضغط انتر. اضغط عليا، حدد اللي انت عايزه، اضغط انتر. ماليش دعوة باللي هيحصل. ناس بتموه، بيعملوا تمويه كده، عملية تمويه. هنضغط هيوديني الحتة تانية، ماليش دعوة انا. اضغط عليا اهو. شوف حصلت حاجات هنا فوق كده بيشتتك، مالكش دعوة. انت ليك هدف انك ايه؟ تحدد اللي انت عايزه. تحدد اللي انت عايزه، اللي هي المبيعات مثلا اهي.
بعدين اضغط انتر. مالكش دعوه باللي فوق ده خالص، ده بيشتتك بس كده. واضغط انتر. بعد ما احدد اللي انا قلته اقول انتر. يبقى الرمز ده معناه بعد ما نضغط عليه نحدد الخلايا اللي احنا عايزينها وبعدين نضغط انتر. طبعا اغلب اللي بيشتغل هيعمل ايه؟ هيروح على insert chart وبعدين نيكست ماشي، وبعدين يضغط على ده يحتار بقى، يجي له حاجه هنا كده يحيره. لا، ما نشغلش بالنا باللي ظهر ده ولا اكنه ظهر، ولا انا ليا هدف دلوقتي اني احدد اللي انا عايزه، ماليش دعوه باللي ظاهر. يبقى تاني insert chart ونيكست، اضغط، حدد، انتر. يتحدد البيانات اللي انت عايزها يا اللي انت مش عايزها. شوف بقى السهولة، ده مايكروسوفت يا باشا. حدد اللي انت عايزه او اللي انت مش عايزه. يعني فرضا انت حددت الصافي بس انت عايز المبيعات، ولا يهمك، مفيش اي مشكلة. ده احنا بنقول لك حدد، شوف حدد اي حاجة، بس طبعا يفضل انك انت تحدد اللي انت عايزه بالاول يعني. بس يعني لو حددت حاجة تانية غلط ولا يهمك. طب بحدد كل مجموعة على كده ولا بحددهم كلهم عشان اعرف الفروق؟ يلي بدك زي ما انت عايز. هنا في مرونة في كل حاجة زي ما هنشوف دلوقتي. الافضل واقصر طريق تحدد اللي انت عايزه، سواء عمود او عمودين او 3 او 5 او 20 زي ما انت عايز. خلينا مثلا احنا عايزين المبيعات، يبقى نحدد المبيعات واضغط انتر. جاب لي هنا كمان عنوانه المبيعات، جاب لي هنا كده ان اللون الازرق ده بيمثل المبيعات. اضغط نيكست. ايه؟ ايوه ايوه اللي جن. اضغط على نيكست. بيقول لي طيب اكتب لي عنوان للتشارت. ممكن مبيعات لعام 2010. بيتغير هنا تلقائي شويه كده وهتلاقي كتب لي. شوف الاكس بتمثل ايه؟ الشهر. اول ما اكتب الشهر هتلاقيه اتحطت لي هنا كده لوحدها تلقائي. شوفوا الشهر مايكروسوفت. الفاليو واي القيمة بالجنيه، القيمة بالجنيه. ايه؟ ما يمثله المنحنى. ايه؟ والبريدج كيرف والاحصاء والحاجات دي. وتشتغل بقى. ونضغط نيكست. هنا بقى هيقول لي ايه؟ تحب تخلي الشرط بتاعك ده في شيت جديد ولا عنصر من عناصر الشيت؟ نخليها از اوبجكت ايه؟ نخليها عنصر من عناصر الايه؟ الشيت. ونضغط ايه؟ فينيش. خلاص اول ما اضغط فينيش يظهر لي المنحنى، وذلك ليس نهاية المطاف. اللون اللي مش عاجبك اضغط عليه ضغطتين واختار اللون اللي انت عايزه. اوكي. اي لون مش عاجبك ضغطتين غير. اوكي. حتى العمود غير. اوكي. وتلاقي ده كمان اتغير تلقائي. هو برضه موجود بقى، ما ينفعش انزله تحت كده؟ ايه؟ يفضل موجود هنا بقى كده؟ عايز تنزله نزله، عايز تصغره صغره. هو يوصل ازاي يتحول اصلا؟ تسحبه ازاي؟ تبقى جواه واضغط وتحرك وانت ضاغط. لا انا قصدي يعني ما ينفعش احطه تحت مثلا هنا كده؟ الشريط اللي تحت هنا يعني؟ لا تحت خالص. ورا هنا يعني كده تخبيه. ايوه ما تخبيه زي ما انت عايزه في حته. ما انت عندك 65,000 سطر، حطه تحت زي ما انت عايز. وكده كده ارجع تاني اهو. لو عايزه في شيت جديد حطه في شيت جديد، مش اي مشكله.
as an object in عنصر من عناصر الشيت. طيب حددنا انا عايز اخلي المنحنى ده بيعبر عن المشتريات وليست المبيعات، رغم ان انا محدد في الاول مبيعات ولا يهمني ولا ازعل. في هنا مربع لونه ازرق كده هيظهر امتى؟ لو انا واقف على المنحنى. لو ضغطت في اي حته تانية المربع الازرق ده سيختفي. اضغط هنا كده هيظهر، اضغط هنا هيختفي. يعني هو بيقول الشرط الطالع دوت بيعبر عن المبيعات. طيب عايزينه يعبر عن المشتريات، اقف على حدود المربع المستطيل الازرق الا الاركان. يعني انا عايز دلوقتي اقف هنا او هنا او هنا في اي حته او هنا، انا ما اجيش في النقطه دي ولا في النقطه دي ولا في النقطه دي ولا في النقطه دي. بس خليك معايا بس خلص بس الاول، وانا عشان انا مش عايز اشتتكم بس. فنقف على اي ركن الا على اي مكان الا الاركان. هيظهر لي علامه زائد بالاسهم. اول ما يظهر زائد بالاسهم اضغط واتحرك. غير لي بقى، شوف الكلمه اتغيرت بقت الايه؟ بقت المشتريات. بقت المشتريات، يبقى ده بيعبر عن ايه؟ عن المشتريات. وال 500 اهو، وبعدين بقى بعد كده 2500، وبعدين بقى 1000، وبعدين بقى ايه؟ فوق ممكن تغيرها بقى. بيدك لا بيد عمرو. غير بقى عشان هو برضو جايز انت عايزها كده، هو مش عارف انت عايزها كده ولا لا، بس هو غير لك ده بيعبر عن ده. ايه؟ ما هو برضو متوقع، برضو هو عنده ذكاء ان يعني برضو بيتماشى معاك. يعني هو هيقول لنفسه طب امال انت ازاي اخترت الاول مبيعات؟ اكيد ليك هدف يعني. مش معقول انت تكون عايز المشتريات ورحت اصلا المبيعات. يعني بيفكر برضو يعني. طب لو انا عايز اغير بقى اللي هي الجزئيه بتاعت المبيعات مع 10 اللي فوق ما بتضغط اهي، اضغط عليها كده وبعدين اضغط واسحب عليها واكتب اللي انت عايزه. بعد ان انا كتابه عادي وورد. ايه؟ بعد الكتابه وورد عادي يعني. تكتب عادي. طيب عايزين بقى نخلي المنحنى ده خاص بالمبيعات والمشتريات. اجي على الارقام بقى، على الاركان 4 انا عايزه بيعبر عن المبيعات والمشتريات مع بعض. اجي على الاركان 4 يظهر لي سهمين اهو. اول ما يظهر السهمين دول اضغط واسحب، زود لي بقى وكتب لي هنا بقى مبيعات ومشتريات، وده بيعبر عن المبيعات وده بيعبر عن المشتريات. لا سحر ولا شعار. عايزه على اول 3 شهور. تعالى هنا كده وخليها على اول 3 شهور. كان ازاي؟ يلي بدك. مايكروسوفت. طيب حد عنده اي سؤال بالنسبة اللي احنا خدناه ده؟ انا برضو مش عايز اسحب كتير لان في تفاوت يعني برضو في الايه في التطبيق، الا لو كلكم اجمعتوا ان نكمل. عايزين نكمل ولا عايزين نطبقه؟ يعني ما تقدرش العده بالاسم كده وتحسسك انت نص ساعه ولا انت كل اللي لو لا مش اغلبيه. لو واحد مثلا لا لو واحد يحب يطبق نطبق. ماشي نطبق الاول خلاص. يلا هنلغي بقى الشبكه، كل واحد على جهاز. كل واحد بقى نعمل مسلسل مبيعات ومشتريات صافي، نعمل اللي احنا عملناه ده وافترضوا لي القيم. لا ما تقفلش دي. ليه؟ صح تنزلها بس.
بقى علي العدد عايز ممكن تطلع